ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، واهلا بكم في حلقة جديدة من قناة معبوس معلومات. هنكمل النهاردة سلسلة الحلقات بتاعتنا واللي هي بعنوان عالم الحيوان. والحيوان اللي انا اخترت اننا نتكلم عنه النهاردة هو الماموس. الماموس هو واحد من انواع الثدييات، وبيصنف من فصيلة الفيلة، وهو عبارة عن فيل ضخم منقرض كان بيعيش في اوروبا الوسطى قبل مليون سنة تقريبا، وارتفاعه بيوصل لحوالي 4 أو 5 متر، ووزنه بيتراوح ما بين 6 ل 8 طن تقريبا. بس الذكور الكبيرة منه بشكل استثنائي يعني ممكن وزنها يتجاوز ال 12 طن كمان. وطبعا هو بيعتبر حيوان رمزي لآخر عصر جليدي كان موجود على الأرض. وطبعا الجليد نفسه يعتبر هو السبب الرئيسي والعامل الأساسي في الحفاظ على الحيوان المدهش ده لغاية عصرنا دلوقتي. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنعرض لكم 5 ماموسات متجمدة محدش هيصدق ان تم العثور عليهم في وقتنا الحالي ده. واول ماموس معانا اسمه لايوبا. ففي ليلة من الليالي الهادية في روسيا، وتحديدا في شبه جزيرة يامال في سيبيريا، اكتشف الصياد المحلي اللي كان اسمه يوري كودي وجود بعض البقايا من ماموس صغير بقرب من نهر خليج لورا. وبعد كده وصلت هيئة السلطات المحلية وخدت الماموس المتجمد ده وحفظته عندها. وعلى فكرة هو لا يزال يعتبر أفضل مومية ماموس تم حفظها في العالم كله لغاية النهاردة. والتقديرات بتشير إلى إن الماموس ده مات من حوالي 41800 سنة تقريبا، وكان عمره وقتها يدوبك 30 أو 35 يوم بالكتير. والأبحاث بعد كده أكدت إن كل الأنسجة الداخلية بتاعته وكل أعضائه كانت في حالة كويسة جدا، وعلشان كده اتنقل لكلية الطب بجامعة جاكي في اليابان علشان يخضع يعني للمزيد من الدراسة والأبحاث. وهناك اكتشفوا ان الماموس ده مات نتيجة للاختناق في الوحل اللي هو الطين يعني. وتاني ماموس معانا كان اسمه يوكا. فبلا شك سيبيريا تعتبر مكان مليء بالمفاجآت والحاجات اللي مش متوقعة. ففي أغسطس سنة 2010 تم العثور على جثة أنثى ماموس متجمدة ومحفوظة بطريقة كويسة جدا، واللي اكتشفها المرة دي كانوا السكان المحليين نفسهم اللي ساكنين بالقرب من قرية اسمها يوكوجار في روسيا. والماموس ده فضل متخزن ومحفوظ في ثلاجة طبيعية لمدة 2 تقريبا، وبعد كده اتنقل لأكاديمية ساكا العلمية، واتعرض لأول مرة في أكتوبر سنة 2014، وخد تقييم وقتها كأفضل ماموس سيبيري محفوظ تم اكتشافه لغاية دلوقتي. وعلى الرغم من ان في نظرية بتقول انه كان من المفترض ان يوكا تعرضت للهجوم من حيوانات مفترسة لما ماتت، الا ان ما تمش العثور لغاية النهاردة على اي دليل بيأكد النظرية دي. والماموس التالت معانا كان اسمه صوب كارجا، وده كان مجرد طفل سنه بيوصل لحوالي 11 سنة بس، ووزنه كان بيوصل ل 1100 رطل تقريبا. وتم العثور عليه على بعد 2 ميل من محطة الطقس القطبية واللي كانت متسمية بنفس اسمه. والعلماء اكتشفوا بعد كده ان هو كان ميت من حوالي 48 ألف سنة تقريبا. والموضوع خد حوالي اسبوع كامل للحفر باستخدام الفؤوس والازاميل والمجارف لغاية ما يقدروا ان هم يعثروا عليه. وبعدين حطوه في طيارة هليكوبتر واتنقل بعد كده لعاصمة روسيا، ولغاية النهاردة ما زالوا محتفظين بيه في غرفة جليدية. ورقم 4 معانا هو ماموس اسمه جاركوف، وده تم العثور عليه سنة 1997 في سيبيريا برضه من قبل طفل كان عنده 9 سنين بس الماموس ده كان مختلف شوية عن باقي الماموسات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. فالعلماء اكتشفوا ان عمره كان حوالي 47 سنة، وبيرجحوا ان هو عاش على الارض من حوالي 20 ألف سنة تقريبا. ولما تم اكتشافه كانت جثته ما زالت متغطية بحوالي 23 طن من الجليد. وبعد كده اتنقل لمدينة كان اسمها كانتاغا تحت إشراف صياد الماموس الفرنسي واللي كان اسمه برنارد بليك، وهو موجود حاليا وما زالوا محتفظين بيه في كهف جليدي. وفي أكتر من 36 عالم من جميع أنحاء العالم ما زالوا بيقوموا بعمليات استكشاف وتنقيب ودراسة مستمرة حول الماموس ده، واللي بتعتبر حالة جسمه غير معروفة بشكل غريب بما فيه الكفاية. وفي بعض العلماء عايزين دلوقتي ان هم يقوموا باستخراج الحمض النووي او الدي ان ايه يعني منه، وده طبعا من اجل استنساخ الماموس في المستقبل. لكن في الحقيقة ده لا زال بيتم مناقشته حاليا من قبل المجتمع العلمي. ورقم 5 واخر واحد معانا هو ماموس اسمه ادمز، والعلماء اكتشفوه لأول مرة سنة 1799 في شمال سيبيريا. وتحديدا اللي اكتشفه يعني كان صياد اسمه أوسيب شيماكوف، وكان وقتها عبارة عن هيكل عظمي مع بقايا من الجلد واللحم.
لكن شركة أوسيب ما قدرتش بعديها ان هي تجيب البقايا المتجمدة بتاعته. لكن بعد كده قام شخص كان اسمه ميكائيل ادمز بتنظيم رحلة استكشافية للمكان اللي تم العثور فيه على جثة او على الهيكل العظمي للماموث ده، وقدر وقتها ان هو يستعيد معظم الهيكل العظمي للجلد بتاعه، واستعاد كمان ما يقارب حوالي 400 رطل من الشعر كمان. وبعد كده تم عرضه في متحف كان تابع لمعهد علم الحيوان التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مدينة كان اسمها سانت بطرسبرغ، ولغاية النهاردة ما زال معروف برضه باسم آدمز ماموث، وده طبعا كان نسبة إلى الشخص اللي قدر إن هو يجيب بقية الأجزاء بتاعته. وبكده نكون خلصنا موضوعنا عن ال5 ماموثات اللي تم العثور عليهم متجمدين في وقتنا الحالي. وبعد كل اللي احنا قلناه ده، يا ترى مين أكتر ماموث فيهم كان مثير للاهتمام بالنسبة لكم؟ يا ريت تشاركوني رأيكم تحت في الكومنتات. ودي كانت حلقتنا النهارده، ويا ريت لو سمحتم لو الفيديو كان عجبكم تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده من سلسله حلقات عالم الحيوان، واشوفكم على خير ان شاء الله.